ازاي حققت 40% من البورصة في 6 شهور؟ قبل ما ابدا الفيديو ده لازم اديك تحذير ان مفيش حاجة مضمونة. البورصة مكان فيه مخاطرة، ما اقدرش اضمن لك عائد معين وما اقدرش اضمن لك توصل لنفس نتائجي لو مشيت بنفس الفكر بتاعي، لان برضو الموضوع بيختلف من شخص لاخر وفي عوامل تانية كتير. لكن انا هشرح لك تجربتي الشخصية، هشرح لك ايه اللي حصل معايا. قبل ما ابدا عايز افكرك ان احنا غيرنا رقم الواتساب، ودايما رقم الواتساب ان شاء الله هتلاقيه في الصفحه الرئيسيه في القناه، مش هتلاقيه مكتوب على الفيديو. عندنا برامج تعليميه سواء حضرتك جاي من تحت الصفر ما تعرفش حاجه، او بقالك 20 سنه بس بتعمل نتائج وحشه. في الحالتين عندنا برامج تعليميه يعني تناسب الجميع. وكمان لو عندك سؤال في البورصه، لو عندك عندنا يعني خدمات كتيره جدا ممكن تبعت لنا تستفسر عنها. طيب، اول حاجه انا حسبت بدايه السنه بتاعتي من ابريل اللي فات. فلما دخلت في ابريل دخلت على طول اشتريت اسهم بالمحفظه كلها، اشتريت ب 100% من الكاش اللي في معايا وانتظرت شويه. عملت اكتف لونج تيرم انفستنج. يعني ايه عملت اكتف لونج تيرم انفستنج؟ يعني انا اصلا مستثمر متوسط وطويل الاجل، وخد مني من الاخر محدش بيكسب غيرنا في الاخر، متوسط الاجل وطويل الاجل. بقيه الناس كلها بتخسر، لو ما خسرش النهارده بيخسر بكره، ولو ما خسرش بكره بيخسر بعده، ولو كسب اول سنه بيخسر. يعني الخلاصه انا ما شفتش حد بيكسب غير المستثمر طويل الاجل. طويل الاجل دي مش معناها سنوات، انا النهارده بكلمك اهو في 6 شهور. وعلى فكره انا كان ممكن اخرج قبل كده بكتير، كان ممكن اخرج بعد شهر، بس انا مش راجل داخل عشان اخرج بعد شهر، وكان ممكن اخرج بعد اسبوع. طويل الاجل يعني كل الاسهم اللي انا شاريها بلا استثناء مستعد ان انا اقعد بيها فتره طويله، ومش محتاج ان انا ابيعها، ومش مزنوق ومش سالف فلوس. بص بقى، انا ببني لك الاستراتيجيه من الاول، ومش واخد قرض، ومش عامل طبعا ستوب لوس، لان ما هو انا مستثمر صح، انا عارف بشتري ايه، فليه ابيع حاجه سعرها اقل بقى عليها تخفيض؟ ده هي اصلا وانا شاريها شايف ان سعرها هنا مناسب، تنزل اكتر ده بقى سعرها افضل، ليه ابيعها بالسعر الافضل؟ انا بس بوريك ان كل الحاجات لما بتركب مع بعض بتبقى في الاخر فاهم بتعمل ايه. طبعا انا بتكلم على البورصه الامريكيه هنا، وطبعا ال 40% دول عائد على الدولار، خلي بالك. احنا عندنا على فكره خدمه للبورصه الامريكيه تحديدا لوحدها، يعني سبيشالايزد. لو مهتم برضو ابعت لنا على الواتساب اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه. طيب، اشتريت ايه؟ اشتريت على الاقل 12 سهم. ما اقدرش اقول لك اسمائهم هنا لان ده جزء من الخدمه اللي احنا بنعملها. وال 12 سهم دول انا نوعت فيهم. يعني ايه نوعت فيهم؟ يعني ما فضلتش بال 12 سهم على طول. احيانا بتعمل بورتفوليو ريبالانسنج، السهم ده مثلا طلع كتير في فتره قليله، لا ده ممكن اقلل منه الوزن النسبي، يحط الوزن النسبي في حاجه لسه ما اتحركتش قوي. فكان في ريبالانسنج كتير، وكان في احيانا تبديل اسهم باسهم حسب ما هو انت البورصه دي حاجه دايناميك. كل يوم بيطلع معلومات، كل يوم بيطلع داتا، كل يوم بيطلع اخبار اقتصاديه. الحاجات دي ممكن تشكل لك لا كده ريسك المحفظه لازم ينخفض، لا كده والله الريسك ابيتايز اتحسنت ممكن نرفع ريسك المحفظه شويه. في اسهم بتاعت ناسداك الريسك بتاعها في الغالب بيكون اعلى من الاسهم العاديه بتاعت الاس ان بي، لكن يعني برضه هو مش 1 زائد 1 يساوي 2، لكن انت بترفع ريسك المحفظه حسب شايف الدنيا رايحه على فين، وبتقلل ريسك المحفظه حسب الجروب الريسك وحسب حاله الاقتصاد وحسب كل حاجه من الحاجات اللي بتحصل حواليك والداتا والكلام ده كله. لكن العامل الاساسي اللي خلى الاسهم تطلع بالشكل ده في وقت زي ده هو ان اسهم الاي اي والاسهم التكنولوجيه بتتحرك بشكل كبير جدا. بس خلي بالك ده سلاح ذو حدين. لو انت مش فاهم بتعمل ايه واشتريت سهم اي اي، هو يعتبر عالي المخاطره. فلو انت مش فاهم او مش منظم محفظتك صح او مش عامل التوزيع صح او حتى مش شاري في الاسهم الصح، ممكن شركه اي اي تعمل مشكله كبيره، ممكن تقع وقعه كبيره. ممكن شركه اي اي تطلع طلعه كبيره، لان الاي اي هو حاليا هو تغير تكنولوجي بيحصل كبير في الدنيا. بعض الناس بتقول ان ده شبه ثوره الانترنت لما حصلت، وبعض الناس بتقول لك ده ممكن يبقى شبه الدوت كوم بابل، ان الناس مبالغه في التوقعات. في مدرستين وفي شقين، علشان كده برضو انت بتحاول ان انت تحط نفسك في الاي اي، بس برضو بريسك معين بحيث ان انا ما اخشش في الشركات الناشئه الصغيره اللي ممكن اللي هي تفلس بكره. يعني بتحاول ان انت تبالانس الدنيا بتاعتك بشكل مظبوط. اللي حصل فعلا ان من ابريل لحد النهارده تقريبا الدنيا طلعت بالظبط الرقم ده. لا عملت دي تريدنج ولا قعدت قدام الشاشه ولا بفتح كل 5 دقائق. انا بس الحاجه الوحيده اللي بتخليني ابص كل يوم ان انا معايا كلاينتس بس، لكن لا قاعد مرزوع قدام الشاشه. ممكن ابص وانا معايا كلاينتس، ابص مره مرتين في اليوم. لو يوم مسلي فيه احداث كتيره ممكن ابص كتير، بس ببص كنوع من التسليه، زي شعورك وانت بتتفرج على ماتش كوره مسلي الفريق بتاعك فيه كسبان. لا بقى بقعد بقى بانيك والدنيا عملت والنهارده ولا الهوا ولا الكلام ده خالص يا جماعه. وده ما جاش غير بعد ما الواحد الحمد لله اتعلم صح. عايز تتعلم بورصه صح؟ عندك رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه.